امتلأ الدنا بسناه، الله والتمس الوجود هداه، الله ارتجفت يداي لقصده بقصيدة أرجوه إذ أخشاه، والخوف لو حصر الفؤاد بغصته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هو الله. هذه هي الليلة الثانية من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446. سائل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وما زال الحديث مشاهدي الأكارم عن هو الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات الكونية التي تدل على عظمته وعلى علمه وقدرته وحكمته وخبرته سبحانه وتعالى. ما زلنا نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى ونتعرف عليه، وقلنا أن هذا داخل في مدارسة القرآن الكريم. نحن في شهر رمضان المبارك ندرس كيف هذا القرآن دلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ما هي الأساليب التي دلنا هذا القرآن إلى ربنا سبحانه وتعالى، وما هي المعلومات الدقيقة التي أعطانا إياها، وكذلك كيف نوع القرآن الكريم في هذا المجال البديع. اليوم وفي هذه الليلة المباركة سنتحدث إن شاء الله عن القسم في القرآن الكريم حصرا في الآيات الكونية. ما هو القسم؟ ولماذا أتي به في القرآن الكريم؟ وكم مرة أقسم الله عز وجل بنفسه؟ وكم مرة أقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته؟ ولماذا اختار الله عز وجل بعض المخلوقات دون بعض؟ وما المراد وما الهدف بالقسم بهذه المخلوقات في مجال إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، بل في إثبات وجوده وإثبات عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. كل ذلك نتدارسه إن شاء الله في هذه الحلقة الطيبة المباركة مع شيخنا ودكتورنا الأستاذ حسن سلمان. نرحب به باسمكم جميعا، فأهلا وسهلا بشيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين. حياكم الله. ربنا عز وجل أقسم في كتابه العزيز بنفسه سبحانه وتعالى في 8 مواضع كما نص ذلك العلماء، وأقسم بمخلوقاته في مواضع كثيرة ربما يصعب حصرها، لكن من ذلك قوله سبحانه وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. ومن ذلك أقسم سبحانه فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأقسم سبحانه وتعالى فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وأقسم سبحانه وتعالى فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وأقسم سبحانه فقال: والضحى والليل إذا سجى، إلى غير ذلك من الآيات التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها. نحن الآن لا نتكلم هل يجوز الإنسان أن يقسم بغير الله عز وجل أو لا، وإنما نتكلم في مبدأ القسم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يا كثرة ما كان يقسم فيقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، كثيرا ما كان يقسم صلى الله عليه وسلم بهذا. وربنا عز وجل وجهنا فقال: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. في مقدمة هذه الحلقة شيخنا الشيخ حسن نريد
ما معنى القسم وما المراد به في القرآن الكريم؟ لماذا ربنا عز وجل أقسم بنفسه وأقسم بمخلوقاته؟ ما الذي يهدف من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة للقسم، وقد يقال له الحلف أو اليمين، هي كلها معاني تؤدي إلى مدلول واحد أو إلى معنى واحد، وهو أن الإنسان عندما يدلي بكلامه ويريد أن يوثقه ويؤكده، يا سلام، يريد أن يوثق هذا الكلام ويؤكد هذا الكلام، وكأنما الطرف الآخر لا يتقبل الكلام بمجرد عرضه، فيلجأ الإنسان إلى إيه؟ إلى موضوع التأكيد. وواحدة من المؤكدات قضية القسم. القسم يؤكد الكلام الذي تريد أن تقوله. وهذا القسم أحيانا يقال له القسم، وأحيانا يقال له الحلف، وأحيانا يقال له اليمين. ويقال له اليمين لأن العرب في عاداتها كانت إذا أرادت أن تقسم أخذ الذي يريد أن يقسم بيمين الذي يريد أن يقسم معه أو يقسم له على شيء معين، فيأخذ يمينه ويقسم، ولا يقسم بطبيعة الحال إلا بأمر معظم عند الطرفين أو معظم عند الذي يريد أن يقسم. هذه أول الصورة الأساسية. لعلنا نربط ما بين مسألة القسم اليوم بآيات الله الكونية وما بين تلك الآيات التي تحدثنا عنها في الأسبوع قبل يومين، يعني في نفس هذا البرنامج، وكيف أن الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال هو الله الذي حاولنا أن نركز على هذا المعنى، يقسم بمخلوقاته مؤكدا للذين لا يصدقون كلام الله سبحانه وتعالى أو لا يصدقون الرسل الذين يحملون كلام الله، فيؤكد الله لهم بهذه المعاني التي يعرفونها، معنى القسم. فكيف إذا كان هذا الذي يقسم هو الله جل جلاله وليس أي مخلوق من المخلوقات أو شخص من الأشخاص، لا، إنما هو خالق الوجود، يقسم الله سبحانه وتعالى. ولما كان موضوع القسم هو بأعظم ما يمكن أن يقسم به الإنسان، فالإنسان قد يقسم بنفسه وقد يقسم بما يعظم الله سبحانه وتعالى. في كثير من آيات القرآن الكريم يقسم بمخلوقاته الدالة عليه. منهم طبعا من حاول أن يقول بأن هذه الآيات التي فيها موضوع القسم كأنما في هنالك حذف، وهو ورب كذا، لكن الصحيح أن أنت أحملها كما هي، والصافات صفا، يعني كما والذاريات ذروة، الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، هو قسم مباشر بهذه المخلوقات. والله سبحانه وتعالى كما تفضلت لا يسأل عما يفعل، الله عز وجل لا يحاسبنا نحن بمن نحلف وبمن نقسم، لكن لا نستطيع نحن أن نحاسب الله بأنه يقسم الله بما شاء من خلقه. فأقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، وهذه المخلوقات التي أقسم الله بها تقتضي مننا أن نتأملها، أن نتدبرها، أن نقف عندها، أن تدلنا كذلك على عظيم الخالق جل جلاله، وتدلنا على علمه وجماله وصفاته وجلاله، وتدلنا كذلك على قدرته. جميل. هي هكذا عموما. الأمر الثاني، حتى أيضا نحاول أن يعني تجد أحيانا في القرآن الكريم الألفاظ عموما، الألفاظ التي في العربية يحصل بها القسم يسمى حروف القسم، هي الواو والباء والتاء. نعم. فأنت تقول والله وبالله وتالله، نعم، هذه حروف لكن قد تقول أيضا أقسم، مش كده، وأحلف، فلا أقسم بما أي نعم. فعندنا مسألة أنك تقسم. الأحرف الثلاثة هذه مع الباء يمكن أن تأتي بالقسم. نعم. فالقسم يمكن أن يتقدم الباء لكنه لا يتقدم التاء والواو. نعم. فأنت مثلا تقول أقسم بالله، مش كده، يمكن تقدم إذا كان القسم بالباء أن تأتي بالقسم قبلها، لكن في التاء والواو لا يمكن أن تأتي بالقسم، يعني ما ممكن تقول أقسم تالله أو أقسم والله، لا، هنا في العربية عموما هذه لا تصح. النقطة الثالثة، هل القسم هو نفسه الحلف؟ يعني هل عندما القرآن الكريم يقول يقسمون أو يقسم، ويأتي أيضا يقول يحلفون، هل الحلف هو نفسه طبعا في معظم المعاجم اللغوية ستلاحظ بأن والله القسم هو نفسه الحلف،
لكن سبحان الله عندما تتدبر القرآن الكريم ستلاحظ بأن هنالك فرق بين في السياق القرآني الغالب، لا أقول الغالب أن القسم يرد دائما في السياق الذي يكون فيه الصدق، والحلف غالبا يأتي في السياق الذي ليس فيه صدق في الأقوال. فمثلا غالبا تأتي الحلف مع المنافقين، يحلفون بالله ويحلفون لكم، لكن القسم دائما تجدها، وغالبا المقسم أيضا يكون في القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى. فأيضا هذه من الملاحظات التي يمكن أن الإنسان أيضا أن يعني يسترشد بها في موضوع القسم. نأتي إلى كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا نعم. إلا عجيب. هي صراحة أنا وقفت في كثير من الآيات حول الفرق. هذا ملمح قوي. نعم، فقط أشكلت علي في السياق هذا، وإن كانت لكل قاعدة شواذ، أشكل علي وأقسموا بالله جهد إيمانهم. فقط هذه الآية وردت في سياقهم ولكنها وردت بصيغة القسم. على كل حال قد يقسمون فيصدقون، لكن معظم يحلفون فعلا هنا هي كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. نعم. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. نعم. وفي التوبة ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. نعم. التوبة يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. نعم. التوبة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. التوبة سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا هم منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وآخرا المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يعني من دنياهم إلى آخرتهم مع منظومة الحلف. غريبة، يعني أول مرة انتبه لهذا. نعم، هذه على كل أيضا من اللفتات التي ينبغي أن أما مسألة أن الله سبحانه وتعالى يقسم، ولماذا يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة؟ لأن نلاحظ معظم آيات القسم أو كثير منها على الأقل تجد أنه ورد في المرحلة المكية. يعني تجد كثير من يمكن 18 أو 19 حالة يقسم الله سبحانه وتعالى فيها بعالم السماوات وما فيها وعالم الأرضين وما فيها، يقسم بالعصر ويقسم بالضحى ويقسم بالفجر ويقسم بالليل ويقسم بالفجر. كل هذه الأنواع تلاحظ بأن الآيات التي وردت فيها كانت في السياق المكي، والسياق المكي لأنه كان هنالك عناد، هنالك تكذيب، على خلاف الوضع في المدينة. الوضع في المدينة بالنسبة لأهل الإيمان ما كانوا يحتاجون إلى تأتي الآيات يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، لكن قد تقبلوا على الأقل الرسالة وآمنوا بالله وآمنوا برسول الله وتلقوا رسالة الله، فهؤلاء ما كانوا يحتاجون إلى ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم بل وكثير من السلف رضوان الله عليهم كانوا يتعجبون في هذا القسم، بل منهم من السلف من مات وهو يعني قد استعظم كيف أن هؤلاء المشركين يعني لتكذيبهم بالله سبحانه وتعالى، يعني في آية الطور مثلا من الحاجات والطور وكتاب مسطور، عمر بن الخطاب لما تلا هذه الآيات وهو في الصلاة تعب لمدة أيام وصار يزار ويعاد. يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى كذبوا به كل هذا، يعني حتى يضطروه إلى كل هذه الأقسام التي ما يحتاج الله سبحانه أن يقسم بها. ولكن هؤلاء المشركين لأن هنالك العناد وهنالك التكبر وهنالك عدم قبول الحق فيقسم الله سبحانه وتعالى، بالرغم من أن الله ليس بحاجة إلى أن يقسم لمخلوقاته. أيضا يقسم الله عز وجل لأن العرب تعودوا أن من أقسم استخدم أسلوب القسم، يستخدم أسلوب القسم عندهم لتأكيد المعنى. نعم، تأكيد هو كما هو دارج عندهم. نعم، في حديثهم العادي، في حديثهم الدارج أن الذي يقسم، فنفوسهم تطبعت على من أقسم عليهم في شيء. نعم، معناته عنده شيء من الصدق، شيء من التأكيد. صح. فاصل ونواصل. في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه.
الله وامتلأت الدنيا كبرات تعزبتي تلفزيون سلام بزز سعب قطعا فنو كتكتاتلو تخليهم بمقد سهيل ساتلايت بزز سعب فريكونسي كتريو تخلو سمناي channel سلام تي في سهيل سات كالاي عصرت حالي 300 عصرتن vertical سيمبل ريت ويكا درجة ملكت 30 كبرات تعزبتي تلفزيون سلام بزز سعب قطعا فنو كتكتاتلو تخليهم بمقد سهيل ساتلايت بزز سعب فريكونسي كتريو تخلو سمناي channel سلام تي في سهيل سات كالاي عصرت حالي 300 عصرتن vertical سيمبل ريت ويكا درجة ملكت 30 كبرات تعزبتي تلفزيون سلام بزز سعب قطعا فنو كتكتاتلو تخليهم سناه الله والتمس الوجود هداه الله ارتجفت يداي لقصده بقصيدة أرجوه إذ أخشاه والخوف لو حصر الفؤاد بغصته. مشاهدي الأكارم عدنا والعود أحمد حياكم الله. أقسم الله عز وجل يا شيخ حسن بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى في 8 مواضع. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الموضوع الأول، تعليقكم. طبعا هو كما ذكرنا في بداية الأمر بأن الله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه ويقسم به بخلقه وأنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه على أمر خطير جدا وهو أهمية تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى وأهمية تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما من أمر يكون بين المؤمنين إلا ويحكمون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبوا إلى غيره فإن ذلك دلالة على انتفاء الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا قسم على أهمية التسليم المطلق لله تبارك وتعالى وهو أول قسم يرد باسم الرب سبحانه وتعالى. نعم من حيث التسلسل حول تسلسل الآيات. نعم. الثاني قال سبحانه قل إي وربي إنه لحق في سورة يونس. نعم. ويسألونك حق هو نعم. قل إي وربي. تعليقكم. طبعا هنا القسم على ما جاء عن الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكيك المشركين في هذه الحقيقة الكبرى وهي حقيقة القرآن الكريم وأنه ليس سحر وليس جنون وليس خرافة وليس أوهام وليس من اختراع النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حقيقة من حقائق هذا الوجود وهو أن الله سبحانه وتعالى تكلم به وأخبره وأوحى إلى جبريل أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مشفوعا بالقسم والتأكيد على ذلك. جميل جدا. الآية الثالثة قال فوربك لنحشرنهم والشياطين. لا إله إلا الله. فوربك. نعم هذه طبعا تعالج مشكلة كبيرة جدا وربما كثير من أو عدد من الأقسام هي من هذا النوع وهو القسم على الآخرة والقسم على البعث والقسم على النشور وهو إشكالية كبيرة جدا يعاني منها كثير من الناس وكان يعاني منها أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا. صحيح. وهذه الآيات أيضا بدأت ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم. فهذا قسم على
تأكيد أن يوم القيامة قائم وبقسم من الله سبحانه وتعالى جل جلاله. جميل. قال تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. هذه القيامة من يريد أن ينكرها أو ينفيها أو يتطاول بأنه ليس هنالك آخرة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع مما يقولونها، لا، الله سبحانه وتعالى يقول هذا نوع من العبث، والعبث يعني الله سبحانه وتعالى منزه عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كيف يكون ذلك؟ ولذلك الله سبحانه يقسم بأن هذه ويتعالى عن هذا الأمر، وقال تعالى: الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا يعني يتنزه الله. نعم سبحانه وتعالى. أحسنتم. السادسة قال: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. نعم، تأكيد على نفس المعنى اللي هي القيامة قائمة وأنكم ستسألون. نعم. جميل. نلاحظ أن القيامة يعني تتكرر لأن كانت إشكالية كبرى عندهم. نعم. إشكالية كبرى لأنها لها علاقة بالغيب. يعني كان يستصعب إذا يعني كيف أنه والله بعد الموت سيكون هنالك، مع أنهم سبحان الله هم يرون الخلق ويرون بدء الخلق ويرون كيف، ولذلك ستأتي إن شاء الله في بعض الأقسام الله يعيدهم إلى بداية الخلق. نعم. ليكون بداية الخلق دليل على إيه؟ على نهايتها، يعني أنه الذي أحياهم قادر على أن يحييهم مرة أخرى، الذي خلقهم من عدم يحييهم مرة أخرى. صحيح. هو القائل سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقها مثلهم؟ نعم. بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. نعم. قال سبحانه: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، هي نفسها موضوع القيامة، لأن هذه طبعا مرتبطة مع أنه في فاصل بين القسم والمقسم به، لكن سبحان الله نفسها تعود إلى والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع. هنا يعني جواب القسم، ثم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن ما الرابط بينها وبين النطق؟ ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. النطق هو بالنسبة لهم حقيقة واضحة لا ينكرونها، أنهم هم ينطقون، وهذا النطق ملموس، وبالنسبة لهم لا يستطيع أحد أن يقول والله عنده مشكلة في قضية الكلام وقضية النطق، فحقيقة بالنسبة لهم. فالله عز وجل نقلهم بأن هذا حق مثل ما أنكم أيضا تنطقون وتتكلمون، ومثله ستأتي نفس القيامة يعني. نعم. جميل جدا. واختيار الله عز وجل للنطق معنى كبير الذي أنتم تنطقون به وبه تأكلون وبه تشربون. ما في أحد يشك في هذه الآلة المحسوسة بآلة اللسان. نعم. وربما لو حمل لولا أن المسألة مرتبطة بمسألة إنه لصادق وإن الدين لواقع، لو اعتبرنا بأن هذا المراد هو القرآن الكريم لكانت المسألة ما تحتاج إلى إشكال. يعني كما أنكم تنطقون به وتتلونه وكذا، فهو حقيقة واقعة بمثل هذا النطق الذي أنتم تنطقون، يعني معانيه واقعة. نعم. أخيرا أقسم الله سبحانه وتعالى فقال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. سورة المعارج. نعم. هنا يعني نفس مسألة الخلق والإعادة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا كفر هؤلاء فقد يذهب بهم ويأتي بآخرين، وقد يكون هؤلاء الذين يأتي الله بهم خير من الذين سبقوا. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المحيي وهو المميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولا أحد يتقدم عليه ولا أحد يسبقه فيما يفعل جل جلاله. جميل. طيب شيخ حسن، نحن نجد أن الله عز وجل يقسم يعني بالزمن بصفة عامة، ويقسم بأجزائه أيضا بصفة خاصة. وأنواع المقسم عليه أيضا تتنوع بتنوع السياق والسباق.
فمثلا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهنا قال سبحانه والفجر وليال عشر، وقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقال والليل إذا يغشى، وقال والضحى. هذه كلها تتعلق بالزمن، ما الحكمة من ذلك؟ أولا لله فيما يقول فيما يفعل حقيقة حكم عظيمة جدا. نلاحظ أن الزمن كما يقولون هو عنصر مهم جدا في مسألة التكليف الإلهي. نعم. يعني كل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به مرتبط بحياتنا، مرتبط بعمرنا، مرتبط بالزمان الذي منحنا الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هذا الزمن أيضا من حيث صيرورته وحركته مرتبط كذلك بهذه الأفلاك. يعني لو أردنا أن نعزل الآن مثلا وكرتنا هذه اللي الأرض، لو أردنا أن نعزلها عن مكانها ووضعناها في أي مكان آخر ربما لتغيرت معادلة الزمن. يعني معادلة الزمن عند الله ليست معادلة الزمن عندنا، ولذلك الزمن عنده إن يوما عند ربك كألف سنة بما تعدون. فمسألة الزمن لو لاحظناها هي مرتبطة بمسألة الشمس والأرض والمجموعة الشمسية التي تؤدي إلى تعاقب تعاقب الليل والنهار. صحيح. والنهار. لكن عند الله الزمن شيء آخر. عند الله الزمن شيء آخر منزوع طبعا عن هذا السياق الفلكي الذي نحن نحسب به المنظومة الزمنية. لكن والله أعلم المهم في المسألة أن هذا الزمن الذي نغفل عنه ولا ننتبه إليه وكثير منا سبحان الله يضيعه، الله عز وجل أولا ينبهنا إلى أن هذا الزمن قيمته هي القيمة الأساسية التي في نهاية المطاف أنت ستحاسب عليها. فإن استطعت أن تغطيها بشكل جيد فستسأل عنها يوم القيامة، وعن عمره فيما أفناه عن عمره فيما، والعمر في حقيقته فيما أبناه. أيوه، العمر في حقيقة هذا الزمن الذي أنت ثم ستلاحظ 60-70 سنة الأعمال كلها مترتبة على هذا الزمن. صلاتك لها علاقة بالزمن، صومك له علاقة بالزمن، زكاتك لها علاقة بالزمن، حجك له علاقة بالزمن، القرآن نفسه له علاقة بالزمن. فأنت تتلو الآن مثلا المصحف، تتلو الجزء مثلا، من الناس من يوفق أن يتلوه في ربع ساعة، منهم من يتلوه في ساعة، وهكذا. فهي قضية الزمن على كل حاضرة في هذا. لكن في نفس الوقت هذا الزمن له علاقة بخلق الأفلاك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لاحظ سبحان الله هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى فعلا ده يمكن يؤكد الإجابة التي ذكرها، وهو أن بعض الناس ينشغل بالأفلاك وحركتها ولا ينشغل بما هو واجب فيها. فيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا المهم في الموضوع. ليست الآن مهمتك يا رسول الله أن تحدثهم عن قضية الأفلاك والأهلة وكيف تتحرك، هذه شأن آخر. لكن الواجب فيها أن والله لها علاقة لأن لا يضر الإنسان الجهل بها كثيرا. لا يضر كثيرا، وإن كان يعني العلم بها جيد. قال الله تبارك وتعالى وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم صحيح. لكن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. نعم. شوف يعني هذا ما يؤكد كلامكم الكريم. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ثم قال ذلك الدين القيم. نعم الله أكبر. ما يجري فيها من تدين هذه 12 شهر هو الذي سيكون إن شاء الله. لكن يربط هذا كما ذكرت أيضا بقضية التأمل فيما أقسم الله به. فعندما أقسم الله بالفجر قف عندها، عندما أقسم الله بالضحى قف عندها، عندما أقسم الله بالنهار، عندما أقسم الله بالليل، عندما أقسم الله بالعصر، هذه كلها قف عندها وتأمل وتدبر وما فيها من آيات كونية دالة على الله سبحانه وتعالى. صحيح، جميل جدا. لذلك احنا نسأل الآن من حيث أهمية هذا الزمن، فأجبتنا وقلت لأن فيه وقت العبادة لله. نعم. لأن في هذا الزمن تقضى عبادة الله عز وجل. نعم.
بدليل إذا مات الإنسان نعم انتهى زمنه، انتهى زمنه. صحيح صحيح. بدليل إذا مات الإنسان كما ولذلك مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة جعل الزمن ثلاثي في قضية الإنسان والتراب والزمن. فأنت الآن إذا أردت أن تصنع حتى في الحضارات، الصناعة لها علاقة بشنو؟ الزمن. يعني أنت تنتج في فترة معينة، وأنت تبدع في فترة معينة، وأنت تقيم حتى البنيان في فترات معينة، تقيم تجارتك فترات معينة. فالزمن له علاقة بالدين وله علاقة بإيه؟ بدنيانا كذلك. نفس الزمن له علاقة أيضا بدنيانا. فالذين مثلا الآن يتأملون في الأفلاك ويهتدون بها فيما يتعلق بالمواسم، ويقولون هذا موسم للزراعة كذا وهذا موسم للزراعة، فيه على كل هدايات عظيمة جدا أيضا كزمن إذا ما تأملنا. صحيح. حتى في الشتاء والصيف، يعني في المناخ نفسه في الفصول الأربعة نعم متصل كذلك. ونلاحظ أيضا أن الإنسان في عباداته لربه منذ الصباح الباكر، فهو يستيقظ قبل الفجر، نعم، ثم يأتي دور صلاة الفجر نعم، ويؤديها كما أمره الله، ثم إذا انتصف النهار أدى صلاة الظهر، ثم إذا انتصف المساء بين الظهر والمساء صلى صلاة العصر، ثم إذا دخل عليه الليل صلى صلاة المغرب، ثم إذا ارتفع الليل قليلا وانتصف أو قارب الانتصاف صلى صلاة العشاء، ثم من بعد صلاة العشاء إلى الفجر شرع الله لنا قيام الليل. فوقت العبادة لله عز وجل يعني موسع خلال 24 ساعة. لذلك قال أقم الصلاة طرف النهار، قال خلفة لمن أراد قال نعم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. ربط سبحان الله تعاقب الليل والنهار بقضية الذكر والشكر. نعم. الذكر له تعلق بمحض التعلق والصلة بالله سبحانه وتعالى، والشكر سبحان الله له علاقة بالنعم بشكل عام. فأنت في تعاقب الليل والنهار إما أنك في حالة ذكر محض واتصال بالله سبحانه وتعالى، وإما أنك في ضرب في الأرض وسعي فيها، وأيضا شكرا لله سبحانه وتعالى في ذلك. طيب أحسن الله إليكم شيخ حسن. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هنا ربنا عز وجل يقسم ليس بالنجوم فقط، نعم، بل بمواقعها. نعم. ما الحكمة في ذلك يا شيخ حسن؟ وما المقصود بالنجوم؟ وما فائدتها؟ ولماذا حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من أن نؤمن بالنجوم كأن تكون هي النافعة والضارة؟ هذا حقيقة علم عظيم نحب أن نتحدث فيه ولو بشيء قليل. أولا بالنسبة لأهل التفسير عموما في هذه الآية لهم طبعا مذاهب شتى. عبد الله بن عباس يرى بأن النجوم هنا هو تنجيم القرآن الكريم ومنازله، منزلته الأولى التي نزل إلى السماء الدنيا، ومنزلته الثانية نزل إلى الأرض، فعد هذه منازل واعتبرها يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المنازل. جميل. وقول آخر أن هذه النجوم المقسم بها هو أن القرآن نزل منجما ونزل مقسما. ونوع ثالث من النجوم اللي هي العلامات بين آية وأخرى. هذا القرآن الكريم كل آية تنفصل عن فنقول نحن هذه نجمة وهذه نجمة وهذه نجمة، فهذه أيضا واحدة من فمنهم من حملها في هذا الاتجاه، وأكد على أن هذا التنزيل بهذا التنجيم وهذه الآيات المفصلة التي تشكل بمجموعها سورة من السور، والسور بمجموعها تشكل القرآن الكريم، كأنما الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الوضعية، أقسم بذلك على أنه إنه لا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فأقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك بذلك. ولكن منهم من قال والله هذه لا تستقيم مع إنه لقرآن كريم، فكأنما يريد أن يقول بأنه والله لا،
الله سبحانه وتعالى شدنا إلى كتاب آخر، وهو كتاب الوجود. هذا الكتاب الكوني الذي تحدثنا عنه، هذا الكتاب الذي فيه عوالم ومجرات، وخاصة النجوم ومواقع هذه النجوم والحسابات الدقيقة لهذه النجوم وحركة هذه النجوم ومساراتها، وكيف أن درجة بسيطة جدا تفرق مثلا بين المريخ والأرض، وهذا الظاهر من الآيات. ولذلك بعض المفسرين ذهب إلى أن هذه المواقع التي يتكلم عنها هي مواقع نجوم. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المواقع اللي هي رب المشارق والمغارب، وهذه النجوم أقسم الله بأنه أيضا بين الله بأنه فيها هدايات علينا أن نتلمسها، هذه الهدايات أيضا التي في هذه النجوم في حياتنا. فعلى كل هنا إذا اعتبرنا أن عالم النجوم هذا بأفلاكه يقسم الله به على أن هذا القرآن من الله سبحانه، إنه لكتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. طيب، لكن خلينا نقول، هل بإمكاننا أن نربط بين هذه النجوم ومواقعها وبين القرآن الكريم؟ هل في إمكانية للربط؟ نقول هذا كتاب مخلوق اللي هو النجوم، النجوم اللي هو الناس تهتدي به في ظلمات البر والبحر. نعم. وبالنجم وعلامات بالنجم هم يهتدون. أحسن. وعلامات بالنجم هم يهتدون. طيب. نعم. وهي منجمات. وهذا فإذا كان هذا يهدينا في الأمور الحسية، والأمور المادية، برا وعلوا وبحرا. أحسنت. وهو كتاب منظور يجب أن تتأملوا فيه. نعم. وتستفيدوا منه. صحيح. هذا نفسه في دقته وعظمته وصيرورته الدقيقة التي تدلكم على هدايات عظيمة جدا في حياتكم، بنفس الطريقة آيات القرآن الكريم وتنجيمه وآياته ودقتها وترابطها، ترابط الآيات ببعضها وترابط الصور ببعضها، بنفس الطريقة فيه من الهدايات ما لا يقل عنه. فالقرآن الكريم غالبيته هدايات معنوية، معنوية روحية. نعم. هل نستطيع نقول هكذا؟ هدايات معنوية وروحية، وفيه كذلك هدايات الحسية. فهو على كل أراد أن يقول لنا أنتم أمام كتابين، فأقسم لكم بالكتاب الأول على الكتاب على الكتاب الثاني، أقسم لكم بالكتاب المنظور اللي هو هذه النجوم. فكأن الله يقسم بالنجوم التي يعرفها العرب. نعم. ويعرف أهميتها ويعرفون أهميتها. نعم. ويعرفون عظمها. نعم. كالقطب الجنوب مثلا. نعم. والنجوم المعروفة كأرانوس والزهري وغيره من هذه النجوم يعرفونها العرب. نعم. فالله سبحانه وتعالى أقسم بها. نعم. لأهميتها ولأهمية مواقعها. نعم. على ما هو أهم منها. نعم. وهو ما فيه سعادتكم وفيه نجاتكم وفيه هدايتكم الأخروية. وهذا يجعلهم يفكرون ويقولون معقول القرآن الكريم أعظم من هذه النجوم؟ نعم. فكأن هذا المعنى الله أعلم. يعني أنا ماشي معاك في طرحك الجميل. نعم. إنه لقرآن. نعم. فلا شوف سباق الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم. الجواب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. نعم. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. الله أكبر. نعم. 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 فهي هكذا. وفي أيضا بمعنى لو أن الإنسان أهمل الهدايات المتعلقة بالنجوم، أهملها، ما الذي يمكن أن يقع فيه؟ يعني أديك مثال بسيط. لو قال لنا الآن الإرصاد إنه والله انتبهوا اليوم في حركة ثلوج ثقيلة جدا وكذا وكذا، والتوقعات تدل على هذا، واحد قال والله كلام فارغ ما اشتغل فيه، ما الضرر الذي يقع عليه في دنياه؟ يتدمر. طيب واحد قال والله أنا ما أشتغل بحاجة اسمها خريف ولا حاجة اسمها صيف ولا حاجة اسمها ربيع، أنا ماشي إلى المزرعة وفي الصيف أزرع مزارع الشتاء وفي الشتاء أزرع مزارع الصيف. خالف المنظومة إيه؟ المنظومة الكونية. صحيح. مش كده؟ طيب مختلف. إذا كنت تخالف المنظومة الكونية فيحدث لك ما يحدث، فإنك والله لا تستفيد شيء. فكيف إذا خالفت كيف إذا خالفت هذا الكتاب جميل. العظيم الذي فيه الهدايات الكبرى، وفي هذه ضياع مؤقت وفي هذا ضياع أبدي. يعني طيب شيخ حسن، دعنا ندخل قليلا في العقيدة. ما الذي جعل الناس يبالغون في النجوم حتى أصبحوا يسألونك أنت ما هو برجك؟ وفلان ما هو برجه؟ وفلان برجها كذا وكذا. من أين لهم هذا العلم
ولماذا دخلوا وتوغلوا فيه؟ هل للشياطين في ذلك مجال؟ هل للسحرة في ذلك مجال؟ لما لا يكون علم النجوم علم يدلنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا اقتصر العلماء على أن فائدة النجوم تنحصر في 3 أمور؟ زينة للسماء يرجم بها الشياطين، وهي علامات للبر والبحر فقط، نقطة فول ستوب. لماذا لا تكون هي أعمق من ذلك؟ مع إيماننا اليقين بأن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا العلم العظيم ومواقع النجوم وبعدها وحركتها وأمورها. واليوم أيضا إذا أراد العلماء أن يعظموا أمر النجوم قالوا الفلك، علم الفلك. وإذا أرادوا أن يعني يقبحونه قال علم النجوم التنجيم. نعم. مع العلم أن علم الفلك يعني الله سبحانه وتعالى مدح فيه إبراهيم عليه السلام. وقال الله عز وجل فيه كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات في ذلك سياقها وسباقها كلها تدل على بزوغ الشمس وبزوغ القمر وأفول الشمس وأفول القمر، وأن هذه كلها التي كانوا يعظمونها من قبل لما أفلت قال إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه. سياق الآيات والسباقات تدل على أن هذا الفلك العظيم وهذه النجوم لها فوائد كبيرة. ما الذي جعل العلماء يصرفون الناس عن هذه الحقائق العظيمة التي فيها يقين؟ ومع ذلك شك إبراهيم عليه السلام فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، رغم أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض وهو من الموقنين، ومع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. تعليقكم. الله يجزيك الخير. هي على كل مسألة الإنسان هو أحيانا اتصاله بالخلق مع انفصال على الحق جل جلاله. يعني لا يعاب أن تتعرف على النجوم وقوانينها وهداياتها وما فيها من خير، لكن بشرط أن لا تجعلها تحل محل الخالق في أن تكون هي الفاعلة. نعم. أو هي المؤثرة بنفسها. يعني هذه الجزئية يبدو لي لما ضل فيها الناس وتاهوا فيها، من قال مطرنا بنوء كذا ولم يجعلوها علامات. يعني هنا القوانين كأنما الله يقول لك والله في سياقات معينة النجوم اتخذ منها العلامات. ألسنا الآن نأخذ من الثريا وظهورها أحكام معينة نقول والله خلاص. يعني أنا أذكر مثلا عندنا في بعض المناطق كان بتاريخ معين مثلا 15/6 تهب الرياح عندنا في السودان من الجنوب إلى الشمال، اللي يسمونها الكتاحة. الكتاحة دي في طوكر. الكتاحة نفس الشيء سبحان الله. 3 شهور بالتمام، يوم 15/6 إلى يوم 15/9، هذه متواصلة. عجيب. ويعرفونها أهل المنطقة، يعرفون من يوم 15 أنت خلاص تتهيأ للكتاحة لكن أيضا سبحان الله موضوع الظهور للثريا بفترة معينة واختفائها مباشرة يدلك على موسم جديد داخل عليك. فكلما ما بالك هذا لما كان الإنسان بسيط وبدائي جدا فقط هو يرصد حركة النجوم ويكتسب منها العلم، يكتسب منها ويتعلم. فما بالك عندما تتوسع الآن مدارك العلم والمعارف لدرجة أنك يمكن أن تكتشف في هذا الكون وفي هذه السماوات وفي هذه الأنجم الهائلة يمكن أن تكتشف أشياء فعلا كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك لو وقفنا عند الآية وعلامات وبالنجم هم يهتدون، عامة هي الآن، ما قال يهتدون بها في البحر أو في آيات أخرى طبعا، لكن هنا تحديدا تكلم عن الهداية العامة. أنت تهتدي بالنجوم في الزراعة وتهتدي بالنجوم في البحر وتهتدي أشياء كثيرة جدا فيها هدايات. نعم. فيها هدايات، والهدايات دائما سبحان الله مقترنة بالهادي. هنا يفرق المؤمن عن إيه؟ عن غير المؤمن. الكافر يقف عند الهداية ولا يذهب إلى ما تهدي إليه، أو يذهب عند بل يخفيها. وكالة ناسا الآن تخفي معلومات كثيرة. نعم. تزيد الإيمان وتؤمن بالله عز وجل. نعم.
بل أحيانا كما قالوا لنا بعض المهتمين بهذا الجانب أن وكالة ناسا تكذب. نعم. أحيانا وكالة ناسا تكذب نعم. عن بعض الحقائق. صح. لا يعني على كل هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا بالنسبة للناس. سبحان الله، الذين ضلوا جزء منهم لهم علاقة بعالم الشياطين ولهم علاقة بعالم الجن، لكن القضية الكبرى هي أن الإنسان منذ نشأته وفطرته مفطور إلى أن يشد نحو السماء. فمن الناس من يهديه الله فيتجاوز عالم السماوات المخلوقة ليتصل بالحق جل جلاله، ومنهم من يقف عند يعني دعنا نذكر الآن هذا العالم اليوناني الذي تنبأ بحدوث زلزال في تركيا نعم قبل وقوعه بشهرين. نعم. وغرد في ذلك. وفعلا تغريدته حدثت وحصل الزلزال بما يوافق كلامه. قالوا أنه هو تنبأ بذلك من خلال حركة النجوم. مسألة علمية. نعم. مسائل علمية. مسائل علمية. طيب، بمعنى هو يعني أديك مثال. نحن الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن قضية الخسوف والكسوف لم يحلل الظاهرة في ذاتها، لم يقف عند الظاهرة. قال آيتان من آيات الله. نعم. اترك بعد ذلك قضية العلوم الفلكية هذه لأهل العلم، ما في إشكال. نعم. قد يأتي عالم ليقول لنا والله الخسوف في أساسي يحصل لأنه يحصل كذا بين الأرض اختفاء الضوء. أيوة. القمر، اختفاء ضوء الشمس. نعم. أحسن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة المهمة الشرعية أعادها إلى الله، فقال أعادها إلى الله. آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان ولا ينقسفان لموت أحد ولا لحياته. فعالج أولا التصور في أنها آية من آيات الله. نعم. عالج كذلك ما يرتبط بها من باطل في أنه والله خسفت لموت فلان أو عالج. نعم. عالج هذه المسألة، ثم ربطها بحكم تكليفي وهو إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم. هذه يخوف الله بهما عباده. فهذه الحركة يمكن اليوم الإنسان أن يصل إلى أنه كيف يقع الخسوف، فتأتي هنا الحقيقة العلمية كوصف ما الذي حصل أصلا، فيقول لك والله يا أخي الذي حصل أنه والله تأتي الشمس بين الكذا وكذا ويحصل يعني من اقتبس شيئا من النجوم كمن اقتبس شيئا من السحر زاد ما زاد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا العلماء قالوا أن التنجيم المحرم قد يؤدي إلى علم السحر المحرم، ولكن نحن هنا الآن نتكلم عن علم الفلك الذي هو أيضا علم النجوم بما لا يعارض الشرع. هؤلاء الذين قالوا إذا كنت أنت من برج كذا وكذا، نعم. أولا يصفون صفاتك وصفا دقيقا. في أي سنة ولدت يا شيخ حسن، في أي ساعة، في أي كذا. يقولون إن النجم الفلاني كان في موقع النجم الفلاني، وبالتالي كل الذين يولدون في هذا التاريخ صفاتهم مثلا صفات القياديين. ثم يبالغون بعد ذلك، يقول لك أنت سيحدث لك كذا وسيحدث لك كذا، وهذا غيب. هذا كفر بلا شك. نعم. لأنه مكذب للقرآن الكريم. الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالقسم الأول قد يكون صحيح بأن مواقع لما تدخل بعضها في بعض، ربما في هذه الساعة هناك فعلا أناس يولدون بصفات معينة والله يفعل في خلقه ما يشاء. يعني مثلا الشجعان يولدون في تاريخ كذا، الجبناء يولدون في تاريخ كذا، الذين يحبون مثلا طبع الكرم يولدون في تاريخ كذا، طبع البخل يولد في تاريخ كذا. وهي يعني أقسام، كما أن الله عز وجل قسم الأرزاق كذلك قسم الأخلاق. تريد أن تعرف كتالوج الأخلاق والأرزاق، تعال إلى هذا المجال. هل هذا صحيح؟ على كل أنا هذه الجزئية تحديدا لا أعلم فيها الكثير، لأنها تحتاج حقيقة إلى معرفة بالعلم نفسه، بعلم النفس، علم النجوم. وأنا حقيقة هذا الموضوع لا علم لي فيه، وأنا كذلك لا علم لي فيه، ولكن أنا أذكر ما يذكرونه. نعم. لكن الجدل الحاصل، الخلاصة التي يمكن أن نستفيدها، يمكن لهذا العلم أن يتطور بنسبة كبيرة جدا بحسب
ما يتوفر للمسلمين من معرفة بالنجوم ومواقع النجوم وطبيعة النجوم وأفلاكها وحركتها، سنستفيد منها في كثير من القضايا، ويمكن أن تنتج لنا على كل، دون أن نكون أسرى لغيرنا حتى في هذا المجال، يعني تحت حجة أنه نحن والله لا نريد أن، لا صحيح. يمكن أن تستفيد صحيح. وربنا عز وجل دلنا إليه، قال إن في خلق السماوات والأرض والنجوم في خلق السماوات والأرض، في قلب خلق السماوات والأرض. الله عز وجل أمرنا أن نتفكر. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات ثم قال ويل له لمن يتدبرها، ويل له ثم ويل له. فأمرنا القرآن أن نتدبر في الشمس والقمر، ونتدبر في النجوم، ونتدبر في حركتها، ونتدبر في أمورها، ولا نتجاوز حدنا فنقول مطرنا بنوء كذا وكذا والعياذ بالله. قال لي نسبة الأمور إليها، أي نعم، نسبة الأمور إليها خطأ كبير، لأنها هي مخلوقة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شكر الله لكم شيخ حسن سلمان على هذا البيان والتوضيح والإبداع، جزاكم الله خيرا. مشاهدي الأكارم والأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، وبودنا أن لا تنتهي. نحن نتحدث عن كتاب ربنا وعن هذه الأقسام، والله العظيم لو تشعرون ما نشعر به من اللذة ومن الطعم ومن الانشراح الصدر لجادلتمونا عليه بسيوف، ولكن أشعر أنكم أيضا تستمتعون بذلك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في أن نجلس معا يوم القيامة على سرر متقابلين. هذا أخوكم برهان يحييكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من دعاكم الصالح في هذه الليالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل ألطاف الحياة أراه، يفنى المداد ولا يحاط مداه. الله وامتلأ الدنا بسناه، الله والتمس الوجود هداه. الله